السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش حوالكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم حبيت نتكلم على واحد الموضوع اللي هو سياسي بصفة عامة، يخص وضع الجزائر التأشيرة للمغاربة. كثير من الجزائريين احتجوا وقال لك الجزائر كيفاش تحط التأشيرة للمغاربة. شوف خويا الجزائري، دولتك الجزائر عندها بعد سياسي كبير وعظيم جدا. اذن الدولة تاعك راهي مش قاعدة تخمم لهنايا، راهي قاعدة تخمم لبعيد. اذن انت ايضا لازم تكون مع الدولة تاعك، ما يكونش التفكير نتاعك عاطفي، يكون التفكير تاعك سياسي. وباش يكون في علمك باللي على واش الجزائر وضع التأشيرة للمغاربة، على بالك باللي كاين العديد من الصهاينة حاولوا الدخول الى التراب الجزائري بجوازات سفر مغربية، والحمد لله بفضل المخابرات الجزائرية تم اكتشاف الامر وتم ايقافهم. وباش يكون في علمك باللي المغرب راهي مطبعة مع الصهاينة، والصهاينة واش قاعدين يديروا دركا؟ راهم يقتلوا في خاوتنا في غزة، وراهم قاعدين يقتلوا في خاوتنا في لبنان، وراهم يقتلوا في خاوتنا في سوريا. إذن الأمر أصبح يتعلق بسلامة وأمن بلدك الجزائر، يعني أنت والناس اللي تحبهم كامل راهم في خطر، والأمر أصبح جاد جدا. وباش يكون في علمك خويا الجزائري باللي المغرب أصبحت تستفز الجزائر ليل نهار، يعني أي مشكلة تصرف الجزائر تصرف المغرب تتهم الجزائر مباشرة، مع أنه الجزائر ما عندها حتى علاقة بالمشاكل اللي راهي صارية دركا في المغرب. ونضيف لك حاجة، باللي العديد من المغاربة راهم متعاونين مع الصهاينة، يعني راهم يسبولك في بلادك ليل ونهار، يعني راهم يسبولك في الشهداء نتاع بلدك، يعني راهم يتمناو انه العشرية السوداء تعود الى الجزائر، راهم يتمناو الحرب والفتنة تنوض في الجزائر. الحمد لله على نعمة الأمن والسلام في هذا الوطن العزيز. يعني أخي الجزائري حاول يكون التفكير نتاعك سياسي وما تفكرش عاطفيا. تحية الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.